لقوا نفسهم حرفيا قاعدين وسط السحاب. الركاب المذعورين قبل ما يدركوا ايه اللي بيحصل لقوا انفسهم فجأة وسط نور الشمس الساطع، والرياح المهولة كانت بتحاول تنتزعهم من على كراسيهم. وخدتها الرياح، طيرتها من ارتفاع 7000 كيلومتر وارسلتها للعدم. لو عاوز تعرف مين اللي طيرتها الرياح وايه اللي حصل في الرحلة المعجزة رقم 243، خليك معانا للنهاية. ولأن لكل إنسان قصة، تعالوا نشوف قصة النهاردة بتقول إيه وعن مين. من أول ما ابتدينا نعمل المحتوى ده وإحنا أيقنا فعلا إن الحياة الواقعية أغرب من كل القصص والأفلام، والدليل على كده قصة النهاردة اللي حصلت وكانت بالفعل أغرب من خيال أي حد. عادة لما بنسمع عن حادثة طيران، ربنا يحمي الجميع طبعا، بيكون التوقع الأول هو إن فرص النجاة منها تكاد تكون منعدمة، خصوصا حوادث الانفجار والتحطم. وكانت آخر حادثة سمعنا عنها لحظة تسجيل الحادثة دي هي حادثة الطيارة الكورية الجنوبية يوم 29 ديسمبر 2024 اللي انفجرت على المهبط أثناء الهبوط الاضطراري في محاولة للنجاة من مصيرها المحتوم. لكن للأسف ما نجاش منها إلا 2 بس، وتوفى من ركابها 181 حوالي 179 شخص، يعني كل الركاب تقريبا. بس لأننا هنختلف عن الآخرين قطعا هنحكي لك قصة مختلفة. احنا دلوقتي في امريكا في مطار هيلو، والنهارده يبقى الخميس 8 ابريل سنة 1988. كان يوم عادي وكله في التمام. الطيارة تم فحصها الساعة 5 الفجر كالعادة، طيارة بوينج من طراز 737-200، والمهندس قال إنها جاهزة للطيران. كل اللي على الكابتن روبرت ومساعدته مادلين إنهم يقوموا بوظيفتهم المعتادة. ورحلة النهاردة الرحلة 243 رحلة داخلية بسيطة، مش هتاخد غير أقل من ساعة من جزيرة هيلو إلى مدينة هونولولو عاصمة هاواي. الركاب دخلوا وخدوا أماكنهم في الطيارة ودلوقتي مستعدين للإقلاع. كان على الطيارة الكابتن روبرت لورنس، 42 سنة بخبرته الكبيرة، 12 سنة في القوات الجوية الأمريكية، غير 11 سنة قضاهم في خطوط ألوها الجوية، ومعاه المساعدة مادلين تومكنز أو ميمي زي ما كانوا بينادوها، بالإضافة لمراقب الحركة الجوية، وده ما نعرفش اسمه بالمناسبة، ومكانه بيكون وراهم في قمرة القيادة كالمعتاد. وكان معاهم في مقصورة الركاب المضيفة الأولى لانسينج، ومعاها زميلتها جين ساتو وميشيل هوندا، بالإضافة للركاب اللي كان عددهم 89 راكب. ارتفعت مادلين بالطيارة يدويا لحد ارتفاع 24 قدم، يعني حوالي 7300 كيلومتر، بطريقة ممتازة تناسب سنوات خبرتها ال8 في شركة ألوها. وكانت كل مؤشرات المحرك ومؤشرات الضغط في حالتها المثالية. وبكده استقرت الرحلة، فبدأوا الركاب يمارسوا أنشطتهم الطبيعية، اللي بيلعب واللي بيتسلى واللي بيشتغل. احنا بعد الصعود مباشرة، فكانت لسه علامات أحزمة الأمان مضاءة، والركاب كانوا في كراسيهم، والمضيفات كانوا بيقدموا لهم المشروبات اللذيذة حسب طلباتهم. جين ساتو خلصت مهمتها وقعدت على الكرسي المخصص ليها. مر دلوقتي 20 دقيقة على بداية الرحلة. في قمرة القيادة سمع الكابتن روبرت صوت زي تزييق كده، وصفه بانه زي قطع في بنطلون جينز، وراه انفجار هايل مع ضوء قوي. كان روبرت هيفقد السمع من قوة الانفجار، والضغط انخفض بقوة بشكل مفاجئ مع رياح قوية مهولة. كل ده في جزء من اقل جزء من الثانية. راسه لفت تلقائيا لورا وما صدقش اللي كان شايفه. المفروض انه يشوف مراقب الحركة الجوية وراه باب الكابينة اللي بيؤدي على المقصورة مقفول، لكن الباب كان مختفي، وكل اللي باين منه كان السما الزرقاء، وشاف منه وشوش الركاب المرعوبين الغرقانين في دمهم. اما مادلين فراسها من قوة الرياح امتصت لورا، لكن لحسن الحظ اصابتها كانت بسيطة. يمكن لو كنت بحكي لك على فيلم كرتون قديم وقلت لك ان في مشهد هزلي مضحك سقف الطيارة طار كنت هتصدقني، لكن ان ده يحصل حقيقي اكيد مش هتصدق. وده اللي خلى الحادثة دي من اكتر حوادث الطيران المثيرة للجدل على مر التاريخ. الركاب المرعوبين كانوا هيطيروا، لكن لحسن الحظ انهم كانوا لسه رابطين الاحزمه. اما المضيفه جين ساتو اللي كانت قاعده فصدمتها اجزاء مكسوره من السقف، واصابتها اصابه قويه افقدتها الوعي في نفس اللحظه. اما هوندا فرمتها الرياح على الارض، وبصعوبه قدرت تمسك في رجلين الكراسي المعدنيه لحد ما انقذوها الركاب وشالوها من على الارض. لانسينج بقى كانت واقفه بمحاذاه صف الكراسي الخامس، ولما حصل اللي حصل امتصتها الرياح، خدتها للعدم حرفيا واختفت للأبد. الكل بيبصوا حواليهم، ايه اللي حصل؟
اللي حصل ان قطعة من هيكل الطيارة طولها حوالي 3 متر بداية من باب المطبخ لحد الجناح الامامي انفصلت وطارت. السؤال هنا، هل ممكن من خلال حكاية وتفاصيل انك تتخيل المشهد؟ صوت الرياح اللي ما يتوصفش، الضوء، الصراخ، صوت المحركات، الرعب. مفيش رعب يشبهه في الحياة. بيقولوا ان اللي بيمر بحادثة زي دي لو نجا ما بيرجعش نفس الانسان بعدها، بس دلوقتي الواقع بيقول ان النجاة مستحيلة. رغم كده قامت هوندا بواجبها حتى وهي موقنة انها في اخر لحظات حياتها. الركاب كانوا متصابين بجروح وتمزقات وحروق كهربية من الكابلات المتقطعة ارشدتهم انهم يستخدموا اقنعة الاكسجين، لكنها ما اشتغلتش، ودي مشكلة كبيرة لأنهم كانوا في طبقة من الغلاف الجوي ما فيهاش أكسجين وقدامهم دقايق بالكتير ويموتوا. لكن هوندا ما استسلمتش وكملت وخلتهم يلبسوا سترات النجاة، وحاولت تتواصل مع كابينة القيادة، لكن النظام الصوتي ما كانش شغال. وهنا واجهتها مشكلة أكبر، يا ترى الكابتن والمساعد أحياء؟ في كابينة القيادة أدرك روبرت ومادلين فورا إنهم في كارثة، وإنهم إما يستنوا الهلاك أو يحاولوا. روبرت اللي قضى في القوات الجوية سنين تبادل مع مادلين نظرات معناها مش هنيأس، لازم نحاول. بيتم تدريب أطقم الطيران على خطوات يقوموا بيها في حالات الخطر. أولها إنهم يقيموا الموقف بصورة سليمة ويلبسوا أقنعة الأكسجين، لأن إنقاذهم لأنفسهم من سلامة الركاب. تاني خطوة هي إنهم يتواصلوا مع بعض. كان التواصل الصوتي مقطوع ما بينهم بسبب الصوت العالي وانقطاع كابلات الكهرباء عن نظام الصوت، فبدأوا يتواصلوا بلغة الإشارة. بعد كده عليهم تصحيح الوضع واستعادة الضغط الجوي جوه الطيارة، لكن ده كان مستحيل مع وجود فشل في الهيكل. وبكده ما بقاش قدام روبرت غير الخطوة الأخيرة، وهي الهبوط الاضطراري. فكر في الركاب، ما كانش عارف ايه الوضع، هل هم لسه عايشين ولا لا، بس كل اللي فكر فيه انهم لو عايشين اول حاجة يحتاجوا ليها التنفس. ولانه ما كانش متأكد ان مسقات الاكسجين شغالة فافترض انها باظت، وانهم محتاجين ينزلوا لطبقة من الغلاف الجوي تكون قابلة للتنفس، وعشان يعملوا كده لازم يكون الهبوط سريع. بس السرعة بالتأكيد ممكن تفكك باقي أجزاء الطيارة، ده غير إنه ما يعرفش بالضبط إيه الخلل الداخلي اللي ممكن يكون حصل في المحركات والأجهزة. وفي نفس الوقت فرصة إنه يهبط بسرعة أبطأ بتزود فرص نجاته هو ومادلين والمراقب وهلاك الركاب. خد قراره فورا وبدأ عملية الهبوط مع زيادة السرعة، وفعلا بدأت أدوات التحكم استجابتها تكون أبطأ وأتقل من المعتاد، وده مؤشر خطر. لكنه زود السرعة أكتر، لكنه كان حريص على إنه ما يوصلش للسرعة القصوى. مادلين كان دورها تشغل المؤشر 7700، وده رمز بيضيء شاشات الرادار بشكل فوري، وحاولت الاتصال للاستغاثة، لكن الصوت الصاخب ما مكنهاش من ده. بصت على الكابتن لقيته بيحاول يتحكم في الطيارة يمين وشمال، وعرفت من حركته ان استجابة الاجهزة تقيلة، ده مؤشر ان في حاجة غلط وفي خلل كبير داخلي ما يعرفوش واصل لفين. كانت لحظات كلها رهبة وامل ويأس. كان روبرت عارف في قرارة نفسه انه بيحاول يعمل المستحيل، كأنه كان بيترجى الطيارة ما تغزلوش، وما كانش مستبعد مفاجأة تانية غير مرغوب فيها. مع زيادة السرعة اكتر زادت الضوضاء لحد لا يمكن تصوره، وكان ورا قمرة القيادة الركاب في حالة فوضى مطلقة. لما حصلت الحادثة كانت الطيارة على ارتفاع 24,000 قدم، دلوقتي وصلت ل 14,000 وبعدين ل 10,000 قدم. اجتازوا مرحلة، لكن اللي جاي أصعب. ابتدى روب يخفف من السرعة وبالتالي الصوت قل، وهنا قدروا يتواصلوا مع بعض ومع مراقبين حركة الطيران اللي في المطار. بلغتهم مادلين انهم بيعانوا من انخفاض شديد في الطاقة ومحتاجين فرق طوارئ، وعندهم فشل هيكلي في الطيارة. ولانها ما تعرفش ايه اللي حصل للهيكل بالضبط فما قالتش اكتر من كده، لكن بجد المراقبين ما كانوش متصورين الموقف. كل ده والطيارة لسه على بعد اكتر من 3 كيلومتر، فطلبوا قوات اطفاء واكتفوا بكده. كل ما الطيارة كانت بتقرب كانت أصوات الاستغاثة وتفاصيلها بتتسمع أوضح، وهنا أدرك المراقبين إن في مشكلة كبيرة وطلبوا الإسعاف، وحولوا الرسائل على برج مراقبة مطار ماوي اللي الطيارة هتتجه له. المشكلة هنا إنه لما قربوا من أرض المطار ما كانوش عارفين إيه اللي ممكن يحصل في مراحل الهبوط الأخيرة اللي هي أخطر مراحل الهبوط. هل الطيارة ممكن تصمد وتكمل؟ وكانوا المراقبين بيحاولوا يساعدوهم،
لكنهم حقيقي ما كانوش عارفين ايه التصرف السليم مع حادثة هستيرية بالشكل ده. وعشان ما كانش حد عارف ايه رد فعل أجهزة الطيارة اللي ممكن يتفاجئوا بيه، فكان روبرت ومادلين بيخاطروا وما كانش عندهم اختيارات تانية. كانت لحظات مليانة بحبس الأنفاس والرهبة والانبهار والترقب. بدأت الطيارة تتصرف بشكل أغرب وأغرب. المحرك اللي على اليمين بس اللي كان مستجيب، أما الشمال فكان عطلان، وما كانتش كل العجلات شغالة، وبالذات عجلة الأنف. محدش عارف التجربة السريالية دي هتوصلهم لإيه. هل هتنفجر الطيارة؟ هتتحطم؟ مستحيل نزولها. ظهرت الطيارة في السماء وهي بتنحرف بحدة يمين وشمال، وكان روبرت بيحاول يتحكم فيها بكل قوته. الكل وصف المرحلة دي بإنها أسوأ مرحلة في الكارثة كلها. كان التركيز كله إزاي يستقروا على أرض المطار بأمان. وبعد عناء شديد تم الهبوط الساعة 1:58 على المدرج 2 في مطار ماوي. فرق الطوارئ وكل اللي في المطار كانوا مبهورين من خطورة الموقف ومن شكل الطيارة المكشوفة. وأخيرا وقفت الطيارة بعد ما وقفت قلوبهم. بدأ إخلاء الطيارة وفحص الركاب فورا، وكانت المفاجأة السعيدة إنهم كانوا كلهم أحياء، والإصابات كانت أغلبها طفيفة فيما عدا بعض الإصابات البالغة، من ضمنها المضيفة جين ساتو اللي أصيبت في راسها. أما لانسينج اللي عمرها 58 سنة فكانت هي الهالك الوحيد في الحادثة اللي كان متوقع فيها هلاك الجميع. دورت فرق الإنقاذ البرية والبحرية والجوية على جثتها لمدة 3 أيام كاملة. كانوا بيدوروا وهم متأكدين من استحالة نجاة أي بشري يسقط من الارتفاع ده. في الحقيقة كان بعض رجال الإنقاذ مش مستبعدين إنهم يلاقوها حية. خيالهم صور لهم كده بعد اللي شافوه بعينيهم وقت نزول الطيارة، لكن مع ارتفاع 7000 متر ده مستحيل. وبالفعل في النهاية اضطروا لإعلان وفاتها رسميا، وسبب الوفاة كان طبيعة الحادث واستحالة نجاتها منه. كمان كانوا بيحاولوا يلاقوا الجزء اللي انفصل عن الطيارة، لكن ما لاقوش حاجة، وتوقعوا إنه يكون اتدمر أثناء احتكاكه بالغلاف الجوي. اتركزت المجهودات بعد كده في فحص الطيارة ومحاولة معرفة ايه اللي حصل وحصل ازاي. تقدر تقول ان النتائج اللي اترتبت على الفحص ده غيرت قوانين السلامة للطيران المدني في العالم كله. مش بس كده، اثرت على تصنيع الطيارات كمان. يعني ممكن نقول ان الطيران المدني قبل ابريل 1988 كان حمادة، وبعدها بقى حمادة تاني خالص. تعال بقى افسر لك ايه اللي حصل، بس طول بالك معايا عشان هنقول شوية معلومات تكنيكية دمها تقيل حبتين، بس هحاول الحقك قبل ما تزهق، ما تقلقش. يلا بينا. بدأ مجلس سلامة النقل الوطني NTSB في التحقيق بعد الحادث بأيام، وكل الكلام اللي جاي ده من واقع التقرير الناتج عن التحقيقات، وتقدر تراجعه. التقرير موجود في الوصف، حاجة بتاعة 265 صفحة كده. ربنا معاك. أول حاجة نتجت عن الفحص هي إن المعدن اتمزق على شكل حرف V من الجنب الشمال وبزاوية 90 درجة من الناحية التانية على الجنب اليمين. يعني الكسر بدأ من الشمال واتفتح زي غطا العلبة كده لحد ما انتزع ناحية الجنب اليمين. وتاني حاجة في التقرير هي إنهم لقوا أجزاء من الهيكل جوه المحركات وفريش المراوح، وده طبعا اللي عطل استجابة الأجهزة، ومنهم قطعة كبيرة في الأجهزة الأمامية للطيارة. وده كان من حسن الحظ لأن حجم القطعة دي خلاهم يفحصوها بسهولة. وهنا كان عليهم يجاوبوا على سؤال: إيه السبب في التمزق اللي حصل في الهيكل؟ وبدأوا أول حاجة يدوروا على إجراءات الصيانة، هل فعلا كانت بتتم بالشكل المفروض تتم بيه؟ وتحديد إجراءات الصيانة مهمة هندسة الطيران بالإضافة لتوصيات الشركة المصنعة. كان من الواضح إن شركة ألوها بتطير بنوع معين من طائرات بوينج 737 وهو 200، وبالتحديد النوع ده كان يخص أول 200 طيارة صنعتهم الشركة من حيث التحمل والاستمرارية اللي هي العمر الافتراضي، وده بيتحدد بعدد ساعات معين المفروض تعيشهم الطيارة في كامل قوتها. واحنا هنا بنتكلم بالتحديد عن العمر الافتراضي للهيكل اللي هو أساس مشكلة الفحص. لكن العمر الافتراضي ده بيكمل بشرط عمل تشيك اوت على كل مكونات الهيكل وتفكيكها قطعة قطعة وفحصها لاكتشاف أي شقوق موجودة وصيانتها الصيانة المناسبة أو استبدالها. والطيارة اللي قدامنا تم تصنيعها من صفائح معدنية من الألومنيوم، طول الواحدة 18 قدم يعني حوالي 3 متر بسمك معين، وكانت الصفائح دي متداخلة مع بعض يعني فوق بعض مكونة 3 طبقات. المهندسين يركزوا كده معايا وممنوع التنمر على الشرح بتاعي لو سمحتوا، ومربوطين مع بعض بمسامير ومادة لاصقة للتثبيت. وهنا كان مربط الفرس. المادة اللاصقة دي كانت بتلزق وتتصلب بالبرودة، بمعنى لو تعرضت لأي حرارة أو رطوبة بتفك.
ويتحول الحمل كله على المسامير وتعمل شقوق تسبب كوارث. وده اللي حصل في حالتنا، لدرجة إن واحدة من الركاب اللي نجوا أدلت بشهادتها إنها شافت وهي بتدخل الطيارة شرخ طوله حوالي 12 سنتي في نهاية الباب، وده حسسها بالخوف والانقباض. ما رجعتيش ليه؟ وكانت نشرة التوصية الأولى اللي بعتتها شركة بوينج لشركات الطيران اللي اشتروا منها النوع ده من الطيارات عشان كيفية المحافظة على سلامة هيكل الطيارة. وده كان بيشير إن التقصير قطعا من شركة ألوها، أو إنهم كانوا بيقوموا بالصيانة مثلا في إضاءة غير كافية زي ما حصل مع الرحلة بتاعتنا النهاردة، والصيانة تمت 5 الصبح، وده برضه تقصير. عشان كده كان التقرير مليان بالتوصيات لقسم الصيانة اللي ما كانوش شايفين شغلهم، واستهتارهم كان هيقضي على أرواح ناس. وكمان لإدارة شركة ألوها، بالإضافة لأنهم ألقوا اللوم كمان على إدارة الطيران الفيدرالية لتقصيرهم في الإشراف. أما أرضية الطيارة فالتدمير اللي حصل فيها كان بسبب الضغط المفاجئ، وده اللي أثر على المحرك الأيسر وعطله، وسبب تآكل السلك المصنوع من الفولاذ الكربوني اللي تم اكتشاف إنه عرضة للتآكل. وبالفعل كانت شركة بوينج بعت توصية تانية باستبدال الكابلات بالفولاذ المقاوم للصدأ، لكن طبعا ده ما حصلش. واضح ان شركة ألوها كانت نايمة في مية البطيخ. ساهمت الحادثة في فهم اكتر لدرجة اجهاد المعدن وكيفية مراقبة الشقوق واصلاحها ومراقبة عدد الدورات اللي بتتعرض ليها الطيارة. اما شركة ألوها فكان عندها 3 طيارات من نفس النوع اخضعتهم للفحص ولقوا فيهم نفس تشققات الهيكل بدرجات متفاوتة، منهم طيارة اتعملت لها صيانة، اما الاتنين التانيين فاتباعوا خردة. غالبا واحدة منهم اللي اشتراها عبد الغفور البرعي. اللي مش فاهم القلشة يبقى جيل زي معروفة عشان تبقوا تقولوا هو احنا في التسعينات كويس. لو في التسعينات كنتوا فهمتوا وضحكتوا دلوقتي. وفي التقرير تمت الإشادة بطاقم الطيارة وبأعمالهم البطولية وتمسكهم بأداء واجبهم رغم الخطر الشخصي اللي تعرضوا ليه. أما عن رد الفعل الإعلامي والجمهوري فتركز حوالين معايير السلامة الجوية ومارسوا ضغط قوي على الكونجرس اللي بدوره مارس ضغط قوي على هيئة الطيران الفيدرالية عشان تلاقي حلول وإلا هتتعرض للمساءلة. وده حسن إجراءات السلامة بصفة عامة في أمريكا ومن بعدها في العالم، ودي نتيجة كويسة اتسبب فيها الحادث. وده غير ان بسببه صناعة الطيارات اتطورت وبقت امان اكتر. اما عن ركاب الطيارة فمرورهم بالتجربة الصعبة دي خلاهم مستحيل ينسوها، حتى ان وكالات الانباء لما اجرت معاهم لقاءات لحد بعد الحادثة بفترات طويلة كلهم اجزموا انها كأنها لسه حاصلة في الحال. والوضع بالنسبة لكابتن روبرت ما كانش يختلف كتير رغم اعتباره بطل، وان اللي عمله كان انجاز استثنائي. وصف تجربته بانها كانت اشبه بالحلم، وشعوره بالمسؤولية خلاه يحاول الامساك بعقله لاخر لحظة، وقال ان مروره بالتجربة حوله لشخص تاني ما يعرفوش، وان ده اكبر خطر اتعرض له بسبب الحادثة. وده خلاه بعد مرور 3 سنوات بحالهم يرفع قضية على الشركة كتعويض عن الاذى النفسي. اثارت الحادثة اهتمام العالم كله واتعمل عنها فيلم اسمه الهبوط المعجزة ميريكال لاندنج، تم إنتاجه سنة 1990. خلصت حكايتنا النهاردة، بس لسه الدنيا مليانة حكايات وياما هنشوف. دمتم في سعادة واستنونا في قصة جديدة مثيرة، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب.